المسيح قال لها لو العيال تعبوكي أنا هاخدهم منك النهاردة، ولو شغل البيت تعبك هخليكي تنامي على السرير 30 سنة. تعالوا نعرف ايه الحكاية وليه المسيح قال لها كده وازاي. الحكاية دي حكاها واحد من الآباء الكهنة، فبيقول كنت رايح لواحدة من الستات اللي كانت بعيدة عن الكنيسة عشان اطمن عليها وافتقدها، وطلبت منها انها تيجي الكنيسة تاني. فردت عليا الست وقالت لي يا بونا انا معايا عيل وبنت على طول بيتخانقوا، وحكاية المناولة دي صعبة قوي عليا، عشان كده انا مش قادر اروح الكنيسة خالص، كمان البيت محتاج شغل والوقت ضيق قوي عندي. فابونا كمل وقال لما الكلام طول مع الست وانا بحاول اقنعها انها تيجي الكنيسة ومفيش نتيجة، فراحت في الاخر وعدته ان هي تيجي، بس هو كان عارف انها بس بتجامله وخلاص. وفي الاخر ابونا صلى لها ومشي. فتاني يوم الصبح لقى الست دي واقفة قدام الكنيسة الساعة 6 الصبح، واول لما شافتني جت تجري وهي بتصوت تقول انا كدابة انا كدابة، انا هتوب وهتوب من غير ما ياخد مني ولادي. ولما هديت شوية سألتها مالك يا بنتي في ايه؟ قالت لي امبارح يا ابونا لما وعدتك ان انا هاجي الكنيسة انا ما كنتش ناوي اجي وكنت بكذب، وبعدين لما رحت نمت جالي السيد المسيح في الحلم وهو حزين، وراح قال لي انت ليه بتكذبي على ابونا وليه مش ناوية تروحي الكنيسة؟ فهي ردت على المسيح وقالت له انت شايف يا رب، شايف التعب اللي انا فيه والعيال تعبيني جدا. فالمسيح قال لها لو العيال تعبوكي انا هاخدهم منك النهاردة بالليل، ولو شغل البيت تعبك هخليكي تنامي على السرير 30 سنة وما تعمليش اي حاجة خالص، وغيرك اللي يعملك كل حاجاتك، روحي لابونا واعترفي له. وبعدين الست قالت لقيت المسيح حزين وعينيه مليانة دموع وبيقول لي انا اديت لكم العيال دول عشان تستخدموهم ضدي، انا اديت لكم الصحة عشان تسيبوني، انا اديت لكم الفلوس عشان تستعملوها ضدي. وهنا راح سكت ربنا يسوع المسيح وفاضت دموعه من عينيه وقال انا كنت عاوزك تجيلي لبيتي بدافع الحب مش بدافع الخوف. ومن بعدها اختفى. يا رب ارجوك اغفر لنا تقصيرنا وخطايانا يا رب، خلينا نقرب منك اكتر يا رب، ونقرب ولادنا للكنيسة، وما نتحججش يا رب ابدا بتعب البيت وتعب العيال. احنا بنحبك يا رب حتى لو ما بنقولش. ارجوك يا رب سامحنا وساعدنا، ساعدنا ان احنا نقرب منك بجد مش بالكلام. امين.